السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب، صحة وسعادة. بما اننا داخلين على العيد خلاص اهو، وكله شغال يعني بيعمل تنظيفات العيد، فانا جايه لك النهارده وجايبه لك خلطة سحرية هترشيها في الحمام، هتخلي حمامك كده بيبرق. الخلطة دي بدون كلور ولا صودا كاوية ولا أي افتكاسات، هتشيلي بيها رواسب السنين والاصفرار والتكلسات مهما كانت، حتى لو كانت قديمة هنرجعها جديدة إن شاء الله. الخلطة عجبتني جدا وجربتها وعجبتني قوي، وقلت لازم أتكلم عنها، لأني حاجة جربتها بحب أستفيد، يعني زي ما استفدت زي ما أخلي غيري يعني يستفيد. والحاجات دي والله أنا حطيت بعض الحاجات من دماغي على بعض وعملت الخلطة، وما صدقتش قد إيه الخلطة جميلة بالمنظر ده، هتبقى حلوة جدا للبيت عندك. تعالي هنا نبدأ. حطينا كده كوباية المسحوق، حطينا عليها كوباية الا ربع من الديتول. الديتول ده بجيبه دايما بمسح بيه الأرضيات، مش بمسح بغيره بصراحة. يعني في منتج تاني جبته آخر مرة كده استخدمته حلو، بس ده بستخدمه دايما. حطينا هنا كده فنجان زي ما انتوا شفتوا كده خل على الديتول، وحطينا عصير ليمونتين. ماشي، هما الليمونتين كانوا موجودين عندي، يعني لو في اكتر من كده ليمون حابه تزودي زودي. الوصفه يعني هي قويه جدا بالليمون والخل والحاجات الموجوده فيها. تمام. هنا حطيت بقى نص كوبايه من سائل اطباق، اي سائل اطباق عندك عادي جدا. وهتكملي باقي الخلطه ميه، يعني في حدود كده يعني لتر ميه، بحيث هتعملي لتر يعني ما فيش غيره. تمام. هنا عملت الخلطه كلها وحطيتها في ازازه وبقت جاهزه عندي، يعني بدون اي حاجه ولا اي افتكاسات. والله سهله جدا وبسيطه، هتستخدميها وهتشوفي الفرق في كل حاجه عندك. بصي هنا دخلت هنا على الحوض زي ما انت شايفه كده، اغسلي بيها بقى الحوض، اغسلي بيها الخلاطات، اغسلي بيها اي حاجه عن البانيو، اغسلي بيها اي حاجه عندك. صدقيني رشي في الارض بتاعت الحمام ودعاكي وتروحي مسحه الارضيه يعني، وبعد كده هتدعي لي، انا عايزاكي تدعي لي بقى في الاخر. والخلطه حلوه جدا، والوصفه بتاعتها سهله قوي، ما فيهاش افتكاسات كتيره، يا دوبك هو المسحوق الغسيل والديتول، يعني او اي منظف ارضيات عندك، على فكره مش لازم شرط الديتول. شايفين راجع الخلاط حلو ازاي، والحمام بصي بيبرق، الخلطه بتبرق والله، بتخليه الحاجه بتبرق. بص هنا مصورلك الحمام، بص الاصفرار الموجود فيه، شايفين والرواسب عامله ازاي. هنحط الخلطة وهترجع هتشوف الحمام ده، شوفي اهو قبلك كان عامل ازاي وهتشوفي بعد. بصي كده الجمال، في احلى من كده والله، خلطة سحرية فعلا عن جد. ومسكت يعني مسكت الحوائط بتاعت الحمام بتاعتي، رغم انها نظيفة، يعني هي مش عندي ما بتوسخش قوي، بس والله سحر سحر. يعني خلت كل حاجة عند الحمام فعلا كل حاجة فيه بتبرق. شايفين؟ تحفة. الخلطة جميلة ما فيهاش افتكاسات. بصي هنا، بص الرواسب عاملة ازاي، بص الرواسب عاملة ازاي. انا بوريكي معلش عذرا للتصوير، لان كنت ماسكة بايد وبصور بالايد التانية. شايفين الرواسب؟ شايفين عاملة ازاي؟ والله انا على فكرة الليفة انا بغسل بيها دي ما فيهاش سلك مواعين، ليفة عادية جدا اسفنج على فكرة، بس مخلية الحمام عندي، خلت الحمام كله يبرق، سواء الحنفيات سواء البانيو سواء الاحواض، زي ما انت شايفة كل حاجة. فالخلطة حلوة جدا هتعجبك وما فيهاش افتكاسات كتيرة. عايزة منك لايك وشير بجد للوصفة، لان اول ما فرحت بيها وعجبتني والله قلت لازم افيد اخواتي. فيا رب الوصفة تكون عجبتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.